سبحانه عز وجل حمد الشاكرين الذاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمتقين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد القائمين والصائمين وقائد الروم المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، أيها الطيبون، أيها الصائمون، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يدور الفلك دورته ويأتي رمضان بعد غياب، ويعود إلينا رمضان شهر الانتصارات، الذي يقرأ سيرة سيدنا رسول الله، ويقرأ سيرة الخلفاء الراشدين من بعده وبعض الفتوحات، يجد بأن النصر المؤزر المظفر القوي للإسلام والمسلمين كان في رمضان، لأن الصوم يزيد المؤمن قوة ويزيد المؤمن انتصارا على الأعداء، وانتصارا على النفس، وانتصار على الشيطان. غزوة بدر الكبرى ألم تكن في رمضان؟ كانت في رمضان، وكان المسلمون في ذلك الوقت ليس لهم لا عدد ولا عدة ولا عتاد، وإنما كانوا يملكون شيئا واحدا، وهو الإيمان بالله عز وجل. يملكون الإيمان، هذا الإيمان جعلهم ينتصرون على أعدائهم. غزوة بدر أول معركة في الإسلام، وسماها رب الأرباب يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الكفار كانوا في عدد هائل، في عددهم وعدتهم وعتادهم، وكانوا يضحكون ويستهزئون بالنبي وأصحاب النبي، لأن أصحاب النبي كانوا قلة وليس معهم لا عتاد ولا غيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن كان معه كانوا يملكون إيمانا قويا. فلما دخلوا إلى وطيس المعركة أولئك كفار، وكانوا يتنعمون بألذ الطعام والشراب، أما النبي والصحابة دخلوا إلى المعركة وهم صيام في شهر رمضان الكريم. أول انتصار حققه المسلمون في غزوة بدر، أول من كسرت ودكت شوكة الكفار والكافرين كانت في شهر رمضان. كذلك فتح مكة بعد كم من عام جاء فتح مكة، كان في رمضان ويسمى بالفتح الأعظم، وخلله القرآن الكريم في سورتين، في أوائل سورة الفتح، وسميت به إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والسورة الأخيرة هي التي يحفظها الآلاف من أمة محمد، سورة النصر، سميت بسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. ومن بعده من بعد الفتوحات كانت أيضا في رمضان، لأن رمضان
في وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وغيره، لما نتصفح نجد كثير من الناس لا يتكلمون إلا عن الطعام وعن الشراب وعن نوعيته وعن الغلاء، لا يتكلمون عن رمضان، لا يتكلمون ما الاستفادة، كيف نستفيد من رمضان، لا يتكلمون هل غير رمضان فينا شيء، هل نجعل رمضان هذا إما هو أول رمضان في حياتنا أو نجعله آخر رمضان في حياتنا، حتى ننتصر على أنفسنا وننتصر على شهواتنا وننتصر على الشيطان. إذا جاء رمضان نفرح بكثير من الناس كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، يعتادون المسجد ويعتادون المساجد، يعمرون بيوت الله، هذا فرح، لكن هذا الفرح لن يدوم. الأيام الأولى من رمضان المساجد مكتظة اكتظاظ كبير، خاصة في الجمعة والتراويح، ثم يبدأ يتضاعف العدد حتى لا يبقى إلا الذين تعودوا وانتصروا على أنفسهم وانتصروا على نزوات أنفسهم وانتصروا على شيطانهم، فإنهم دائما مع الله ودائما مع الذكر ودائما، ولكنهم قلة. نحن نريد لهذه الأعداد التي تأتي إلى المساجد في بداية رمضان، نريد من هذه الأعداد أن تبقى واقفة منتصرة على أنفسها، تحارب نفسها وهواها حتى تلقى الله سبحانه عز وجل. ولهذا أعجبتني كلمة امرأة لما تريد أن توقظ أولادها وبناتها لصلاة الصبح تحثهم وتقول لهم: قوموا إلى الصلاة، لأننا في هذه الدنيا جمعنا سقف واحد في منزل واحد، أما يوم القيامة لا أريد أن يغيب فرد من أفراد أسرتنا، يكون البعض في الجنة والآخر في النار، لا، كما نحن مجتمعين في بيت واحد في الدنيا تحت سقف واحد، نريد أن نجتمع في الجنة إن شاء الله. هكذا كانت تقول هذه المرأة. ولهذا رمضان شهر الانتصارات، لكن أمام أنفسنا هل انتصرنا على أنفسنا، على شهوات أنفسنا؟ هل غير رمضان يعني فينا شيء؟ لأن قلنا في دروسنا السابقة السالفة الماضية، قلنا بأن رمضان شهر كسائر الشهور، وإنما نال السيادة على الشهور لما حواه من الفضائل، لما منحه ربي عز وجل من الفضائل على غيره من الشهور. لكن رمضان يذهب ويأتي، أما الواحد منا إذا ذهب هل يأتي؟ كل واحد منا يحسب أفراد أسرته، تجد بأن أحد مقابلتك لله عز وجل على هذه النعم التي منحك إياها سبحانه عز وجل. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، قدوتنا هو رسول الله. المسلم والمؤمن الحق قدوته من؟ لا فلان ولا علان، مهما كان قدوته هو النبي الكريم محمد، ثم من تحته من الصحابة والصالحين من العلماء العاملين. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان يغير حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول السيدة عائشة: إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ الأهل وأحيا الليل، وكان أجود من الريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن الكريم على جبريل مرة أو مرتين، وفي العام الذي لقي فيه ربه وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف
جرب الاعتكاف؟ هل يستطيع الواحد منا أن يعتكف 10 أيام كما كان يعتكف النبي وبعض السلف؟ يعني يأتي إلى المسجد يقلل من النوم ولا يجالس إلا المصحف الشريف ولا يستأنس إلا بالاستغفار والذكر والتسبيح ويستمع إلى الدروس وينكب على المصحف الشريف، يتنقل من سورة إلى سورة، يتنقل من سورة إلى سورة 10 أيام يعتكف. لكن الحمد لله اختلاف العلماء رحمة. في المذهب الحنفي من دخل ونوى الاعتكاف وقال نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه ولو ساعة نال أجر الاعتكاف. أما الاعتكاف الذي كان يعتكفه النبي والصالحون من بعده رضي الله عنهم أجمعين يعتكف 10 أيام في المسجد. لما تريد أن تعتكف لا هاتف نقال ولا الاتصال بالعالم الخارجي ممنوع. الاتصال بالعالم الدنيوي في الاعتكاف ممنوع. تبقى في الاعتكاف في المسجد في رحمة المسجد، لا تخرج من المسجد إلا للضرورة، لا تكثر من كلام الدنيا إلا للضرورة، لا تجالس إلا التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن وتقلل من الأكل وتقلل من النوم. نحن لم نستطع أن ننتصر على أنفسنا، فكيف ننتصر على أعدائنا؟ أما أولئك الرجال الذين سماهم القرآن رجال وقال من